السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة ديالنا وديالكم ماروك نيوز. مبروك علينا وعلى جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم انتصار المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة على منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم. يعني هذا اللقب واللقب الكبير جدا، لقب كأس العالم يعود إلى المنتخب الوطني المغربي، وهذا اللقب من شأنه رفع معنويات جميع الفئات السنية وكذلك المنتخب الأول وجميع الرياضات وحتى في جميع المجالات. يعني المغاربة سوف يثقون في أنفسهم، ومهما كان الخصم الذي سوف يلعب ضده فنحن أكبر منه وأقوى منه، ولا يجب أن نستصغر أنفسنا أمام أي خصم مهما كان. المهم الخوت، مبروك علينا ومبروك على جميع المغاربة. كيش ما شفتوا معنا في اللقاء، يعني أداء رجولي ورجولي جدا، خصوصا اللاعب رقم 21. يعني لاعب أسطوري بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يجب على هذا اللاعب أن يكون في المنتخب الأول، بدون أي شك، بدون أي شك. هو والرقم 7. يعني هناك كثير من المواهب في المنتخب، فقط يجب إعادة النظر في المدرب وليد الركراكي. فهو مدرب ليس، أنا من وجهة نظري ليس في مستوى اللاعبين الآن الذين يتواجدون في المنتخب. يعني مستوى اللاعبين الذين يتواجدون في المنتخب الأول أو في جميع الفئات السنية فهو مستوى كبير وكبير جدا. يجب على مدرب أن يكون لديه عقل تدريبي جيد. يعني عندما نرى مقابلات المنتخب الأول لا نرى لمسة المدرب غير موجودة بتاتا. يعني كأنه يقول للاعبين ادخلوا إلى المباراة والعبوا كما تشاءون. يجب على المدرب وليد الركراكي أن يعيد النظر في خططه أو يرحل بكل صراحة وبكل واقعية. أنا أرى من وجهة نظري أنا بأن طارق السكيتيوي هو الأجدر بقيادة الفريق الوطني الأول، أو مدرب كبير عالمي. يعني نتوفر على مواهب كبيرة وكبيرة جدا، نتوفر على أساطير في المنتخب الوطني الأول. يعني إذا أتيت أن تتكلم على كل لاعب لوحده فلن تنتهي حتى إلى الغد. ما غاديش نساليو نهضرة الغد. عندنا لاعبين في المستوى الكبير بكل صراحة وبالدارجة ومن الآخر. صافي، الركراكي ماشي في المستوى ديال المنتخب الوطني. خصنا مدرب يكون في المستوى ديال اللاعبين كما شفنا في كاس هو وصل للدومي فينال، وصل نصف النهائي ديال كاس العالم، ولكن ما خصناش نبقاو عايشين على الماضي. هادشي راه في 2018 كما شفتوا معنا في كاس افريقيا، تقسينا بواحد الطريقة ساذجة جدا. يعني لاعبين يلعبون في سان داونز يعني لا يفوزون حتى بدوري الأبطال، يقوم يقصيوك من كاس افريقيا بديك الطريقة. الصراحة هاد الشيء هذا كيعصب. خصنا مدرب اللي يكون تايق في راسو وكيلعب كرة هجومية وكيعطي خطة اللي غادي تخرج لك من كل لاعب أحسن ما عنده. ماشي كنتفرجوا في المنتخب الوطني الصراحة غير كنتفقسوا، ما كاينش لا لعب لا والو. من الاخر كاين كون كانش عندنا اللعابه مزيانين الصراحه ما غاديش نشوفوا داك النتائج. انا الصراحه ديالي كنشوفهم انها مجهود اللاعبين. المدرب ما عنده حتى شي مجهود في داك الاداء وفي داك الانتصارات. خصنا مدرب اللي يكون في المستوى الكبير، ماشي تا يجي كاس افريقيا ونتقصاو عاد نبدلوه. انا في نظري انا واخا نديو كاس افريقيا كاع خصو يمشي بحالو الكراعي. علاش ما مدرب ما تلعب. المهم الخوت، نتمنىو تدعمونا كما نتوما فرحانين فرحونا معاكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ودعمونا، نبقاو نحط لكم الفيديوهات ان شاء الله ونكبروا القناه مع الوقت. المهم الخوت، نتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.